احتمالية إن الdeal يتقفل بتقل بمقدار 10 أضعاف لو أنت اتأخرت في الرد على العميل 5 دقايق بس. يعني تخيل العميل لو بعت message والmessage دي ما اتردش عليها في خلال 5 دقايق، أنت بتقل احتمالية إن أنت تقفل الdeal ده مع العميل 10 أضعاف، وده طبعًا رقم كارثي، سواء بقى ما بين إن هو لسه مسجل الlead عمله سجل الlead في form مثلًا، أو حتى بعت لك message. بالتالي القاعدة الأهم والضرورية إن الsales team لازم يكونوا بيردوا حرفيًا خلال 5 دقايق بس. طيب ليه ده بيحصل؟ هنا في كذا فكرة. دلوقتي العميل لمّا أنت بتتأخر عليه شوية مثلًا في الرد أو كده، بيوصل له انطباع إن الشركة دي شركة بلح، الشركة دي ما اهتموش بيّا أصلًا، فإزاي يقدموا خدمة كويسة. والنقطة التانية ألا وهي إن أنت أصلًا بمجرد أمّا العميل يتفاعل مع الإعلان بتاعك، المنصة اللي شافك عليها سواء تيك توك سواء ميتا أيًا كانت المنصة إيه، بتبدأ تظهر له إعلانات المنافسين كمان. فلو في منافس قاعد وجاهز ومصحصح ورَد على العميل في خلال 5 دقايق وأنت لأ، احتمال إن المنافس ده هو اللي يقفّل الdeal. ثانيًا بقى والنقطة الأهم، أنت لمّا بتتأخر على العميل 5، 6 ساعات أو حتى في بعض الأحيان ناس بتكلم العميل تاني يوم، أوقات كتير بتكون الرغبة عنده بدأت تقل وما عادش في نفس مستوى الحماس أو الاهتمام، لأن هو اتسحل بقى في حياته، وممكن يكون في ألف سبب يخلّيه فعلًا الرغبة عنده هديت شوية يعني بمعنى أصح.